السلام عليكم. أفشة يكشف عن كواليس مشادته مع كولر. كشف أفشة عن حقيقة المشادة مع كولر وقال: في مباراة المقاولون العرب بين الشوطين طلب مني كولر أشياء ونفذتها كلها، لكني تفاجأت أنني كنت أول تبديل. كنت أريد أن أعرف سبب خروجي من الملعب ولم أجد تفسير. بعد مباراة مازيمبي لم يحدث أي مشكلات أو كان هناك أي لفظ من أحد في النادي ولا مني، ولا يوجد شيء لدي غير كرة القدم. عندما أشعر أنني غير جيد لن أكون سعيد طالما أنني لا أشارك، ولكن هناك لاعبون آخرون يكونون سعداء بهذا الأمر. تحدثت مع كولر وقال لي: عندما تنفذ كل ما أريد ستشارك، وهو أكثر مدرب تطورت معه، وبالتحديد في الجانب الدفاعي. أنا لدي الجانب الهجومي جيد، لكن أنا كنت أدافع بنسبة 30%، الآن أصبحت أدافع بنسبة 90% وطورني 100%. وقد قلت لكولر أمام اللاعبين والجهاز الفني: أنت جاي علي وأنا أفعل كل شيء، ولكن لم أجد المردود، مؤكدا عمري ما أخذت شنطتي وأمشي من الأهلي. كيف اللاعب يلعب في الأهلي ويفعل ذلك؟ كل النقاش بيني وبين كولر كان باحترام وأدب، وأكد: أنا لاعب كرة قدم وهذا أكل عيشي، مقاتل وليس موظف. سأظل أتعب وألتزم وأذهب لنادي مبكرا، وسأظل أفعل ذلك حتى أشارك. أي حد يتمنى يكون في الأهلي، والأهلي هو الذي يصنع أي حد وأي نجم. الأهلي هو رقم 1.